معكم المشاركة بن حمزة رباب من ولاية غرداية. ما هو شغفك؟ كم هي المرات التي ترددت فيها على مسامعنا عبارة اتبع شغفك؟ فلا يكاد أي خطاب تحفيزي يخلو منها، ولا بد أنك تساءلت حينها عن ذلك الشيء الذي ستقوم به طوال العمر، وذلك الدافع والمحرك الداخلي الذي سيغير حياتك ويعطيها معنى. وما الشعور الذي أعتراك وقتها؟ هل كان خوف، لوم، أم تشتت وضياع؟ هل ما زلت تبحث عن إجابة مثالية لهذا السؤال ولم تصل بعد؟ لا بأس، لست وحدك، وأريد هنا أن أتوقف قليلا وأغتنم الفرصة للتعريف بنفسي. اسمي رباب، وأنا وللأسف لا يوجد لدي شغف وحيد بل عدة. فلدي شغف بالكتابة، بالحياة الواعية وأساليب التشافي الذاتي، والريادة وإدارة الأعمال، بالسفر وخوض تجربة جديدة. ولفترة ما من حياتي كنت مهتمة جدا بتصميم الأزياء والتصوير، ولوقت طويل سألت نفسي لماذا لست أشخاصا أمثال ستيف جوبز وإبراهام فري الذين عرفوا ما يريدون منذ صغر أعمارهم وركزوا عليه حتى برعوا فيه وتركوا بصمتهم في هذا العالم. لماذا لدي كل هذه الاهتمامات داخلي ولا أستطيع اختيار شيء واحد فقط؟ الواقع هو أننا لسنا جميعا مثل ستيف جوبز وإبراهام فري، وهذا ليس انتقاصا من قدراتنا بل احتراما لطبيعتنا البشرية. فما يميزنا نحن كبشر هو اختلافنا. فهناك من وجد سعادته في صعود السلم الوظيفي والأمان الذي توفره له الوظيفة، وهناك من يجد سعادته في الاكتشاف وخوض تجارب جديدة، وهناك أيضا من يجد سعادته في اتباع طريق واحد أو شغف وحيد. فواقعنا الحالي أصبحنا نرى صيدلي ورائد ومقدم أعمال في نفس الوقت، موظفة ناجحة ومصورة أعراس محترفة، طبيبة وصانعة محتوى، مدرب تنمية بشرية ومسوق. وفي الحقيقة الكثير من التطور في العلوم والأعمال يحصل عندما يجمع بين مجالات وحقول مختلفة ويرى أحدهم